السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده عملت بقى طريقه جميله وسهله وبسيطه. لعشاق البتنجان، جميله يا جماعه، طريقه سهله خالص وبسيطه. مش هتاخد منك اي وقت، هتدخلي تعمليها في دقايق. هي بقى حاجه كده طعمها خيال. تنفع بقى عشاء، تنفع غدا، حاجه كده من الاخر. طعمها لذيذة كده. وهي شكل المسقعة، بس طريقة سهلة خالص وبسيطة. مش هتحتاج مننا أي وقت في المطبخ. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة أنا معايا حوالي عن بتنجانتين. اللي الكمية اللي انت عايزاها بقى اعمليها. غسلتهم حلو الأول، وبعد كده بدأت اللي أنا أقطعهم بالطريقة اللي انت شايفينها دي. لو عايزة تقشريها قشريها براحتك، وعايزة تقطعي التقطيع اللي انت عاوزاه. انا بقى بقول لكم على الفكرة، وانتوا بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه براحتكم. قطعوا التقطيع اللي انتوا عايزينه. خلصت الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بدأت بقى اجيب صينية وابدأ بقى ارص البتنجان بتاعي بالشكل ده. بعد كده بقى جبت الملح بتاعي، وبدأت أرشرش على كل البتنجان بتاعي كده. بالطريقة دي ملحته كده. علشان لو في المية يعني تنزل منه كده وكمان ما يشربش معانا زيت. ينزل ميته كلها تماما. ركنته حوالي عن نص ساعة كده. وممكن ربع ساعة. لحد ما ينزل ميته تماما، وبعد كده جبت بقى الطاسة بتاعتي. حطيتها نزلت بقى بالزيت بتاعي، وسبتها على النار لحد ما يسخن تماما. وهبدأ بقى اللي انا احمر البتنجان بتاعي التحمير العادي خالص. زي ما بنحمر البتنجان بتاعنا العادي خالص، احنا هنحمره. سبت الزيت لما يسخن تماما، وبعد كده هنزل بقى بالبتنجان بتاعي كده. واحدة واحدة. بالشكل ده. بدأت انزل بالبتنجان كده. هديله تحميرة بقى من كل النواحي. هبدأ بقى اقلبه كده على الجهة التانية. يحمر كلته تماما. بالشكل ده. قلبته كده من الوقت للتاني، وبدأت اللي انا اطلعه بقى. خد بقى الحمار اللي انا عاوزاه. بدأت اطلعه بالشكل ده. وانزل بقى ببقية البتنجان كله. احمره برضو. حطيت بقى الجزء التاني. كلته احمره. بعد كده بقى هنجيب معايا توم. حوالي عن 6 7 فصوص توم كده، قطعتهم بالشكل ده. قشرتهم الأول، وبعد كده جبت السكينة بتاعتي وبدأت أقطعهم كده. قطع صغيرة كده. وهجيب بقى الطماطم برضو، حوالي عن حبيتين من الطماطم. قطعتهم برضو حلقات. خدت التوم بقى وعبيته كده. وركنته على جنب. وجبت الطماطم بتاعتي برضو، هبدأ اللي انا اقطعها الى حلقات، او التقطيع اللي انت عاوزاه برضو براحتك. خلصت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده بقى هاجي على البوتاجاز. جبت برضو جريلا او طاسة. حطيت فيها حوالي عن ربع كوباية من الزيت، سبتها لحد ما سخنت تماما. نزلت بالثوم بتاعي. هبدأ بقى اديله تشويحة كده لحد ما ياخد لون كده بسيط. لما ريحته تطلع كمان. هبدأ بقى اقلب كده. بالشكل ده.
هبدأ بقى اجيب الطماطم رخرة بقى بعد ما التومة كده خدت اللون الذهبي ده. هبدأ بقى انزل بالطماطم بتاعتي اللي انا قطعتها، وهديها تشويحة برضو، اسيبها تتشوح كده تماما. برضو ايديا فيها كده من الوقت للتاني، اقلب كده من الناحية دي للناحية دي لحد ما تستوي معايا خالص الطماطم. وبعد كده بقى هنزل بقى بالكمون بتاعي، رشة من الكمون كده ورشة من الكزبرة. هقلب كده برضو لحد ما الطماطم تستوي خالص تمام. نزلت بالبهارات الكمون والكزبرة بس فقط. احنا كنا مملحين البتنجان يا جماعة. احنا بقى نحاول ان احنا ما نكترش برضو ملح، عشان خاطر احنا برضو بنبقى مملحين البتنجان بيبقى فيه ملح، فنخلي بالنا برضو من الحتة دي. هقلب بقى كده لحد ما كل حاجة تاخد من التوابل كده، تشرب من التوابل والتتبيلة كده. هبدأ انزل بقى بالبتنجان بتاعي كده. خلاص الطماطم استوت معايا تماما. بعد كده هرشرش بس شوية من الملح صغيرين كده بساط. هنبقى عاملين حسابنا بقى للبتنجان بتاعنا متملح. هننزل بالبتنجان كده. نزلت بكمية البتنجان كلها بالشكل ده. هبدأ بقى ايه، هقلب بقى كده واسيبها كده شوية. هجيب بقى حوالي عن ربع كوباية من المية المغلية، هنزل بيها كده ازود بيها البتنجان علشان كده ياخد ويدي كده مع الطماطم اللي احنا حطيناها كده، وياخد ويدي كده ويستوي حلو تماما. يغلي غلوتين كده وبعد كده بقى بنقدمه. كده بقى جاهز معايا البتنجان. قلبته كده برضو من الوقت للتاني كده وعلى نار هادية لحد ما استوى خالص تماما. كده جاهز معانا البتنجان. احلى بتنجان يا جماعة هتاكلوه بالطريقة الجميلة دي، حاجة لذيذة وطعمها خيالي. جربوها واكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي. بحب اللي انتوا تكتبوا لي كده في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم ايه في الطريقة الجميلة دي. حاجة كده خيالي ما شاء الله. هتعجبكم الطريقة، جربوها واكتبوا لي كده في الكومنتات. لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو.